ليه لازم تفضل كويس دايما في العلاقة مع الطرف الآخر؟ هفهمك ليه. لأن الكويس في الآخر ما بيلاقيش غير كويس، ولو حد جه قال لي الكلام ده غلط لأن ناس كتيرة كويسة بتخش في علاقات مع ناس سيئة، صح. أنا هنا جاي أقول لك على حاجة تثبت لك إن كلامك صح وكلامي صح، وهي فكرة أنت طول ما أنت كويس خليك عارف إن مهما طال الزمن وعدى الوقت، بعد يوم اتنين، شهر اتنين، سنة اتنين، 10، في الآخر أنت لوحدك هتلاقي نفسك داخليا بتنفر من الناس دي. هتلاقي روحك بتقولك أنا مش عايز الشخص ده يبقى موجود في حياتي. هي روحك لوحدها هتقولك كده. حتى لو كان الحد ده اقرب الناس ليك، حتى لو كان الحد ده اقرب الناس ليك، حتى لو كان الحد ده شخص انت عمرك ما كنت تتخيل ان يجي اليوم انك انت ما تكونش عايز تسمع صوته، ما تكونش عايز تشوفه، بالعكس عايزه دايما بعيد عنك، هيجي اليوم ده. بس انت خليك كويس، انت خليك دايما كويس، وطول ما انت مكمل انك كويس صدقني والله العظيم دي سنة الحياة، انت لوحدك هتبعد عن الناس دي. انت لوحدك هتلاقي نفسك نفسيا وجسديا والظروف اللي حواليك بتتظبط انك تبعد عن الناس دي. وفي المقابل هتلاقي نفسك مع الوقت بتجذب ناس ليك شبهك، ناس ليك كويسين، وانت نفسك هتبتدي تنجذب لناس تانية كويسين. بس الشرط ايه؟ الشرط انك تفضل كويس، الشرط تفضل تكمل كويس في العلاقة. وانا اقصد هنا كويس يعني ايه؟ يعني مش انك تبقى عارف انك مظلوم وتفضل مكمل، لا، خليك كويس يعني خليك حقاني، خليك كويس مع نفسك. لما تلاقي اللي قدامك مش بيعاملك كويس ابعد. لما تلاقي اللي قدامك مصمم يعاملك بطريقه سيئه، مصمم يعمل افعال هو عارف كويس ان الافعال دي بسببها ممكن يخسرك ومكمل فيها، انت اخسره وابعد عنه. لما تبعد عنه هتلاقي الموضوع صعب، وازاي انا مش قادر ابعد عنه؟ صح، ابعد عنه واعمل اللي عليك. خليك كويس بانك تعمل اللي عليك وتبعد عن الشخص اللي بيأذيك. وصدقني مع الوقت والله لوحدك انت مش هتبقى عايزه، لوحدك هو هيقع من نظرك، لوحدك لو جه قال لك هتقول انا مش عايز اسمع حاجه، خلاص انت انتهيت بالنسبه لي. بس بشرط واحد، خليك كويس.